ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. يا ترى هل البشرية قربت تنقرض؟ محدش عارف، لكن في كذا خطر بيهدد بانقراض البشر. اولهم الذكاء الصناعي. انا عملت فيديو عنه قبل كده بعنوان الذكاء الصناعي هيقضي على البشر، ممكن تشوفه. وقلت فيه ازاي الاجهزة خصوصا الموبايل بيطوروا من نفسهم بسرعة لدرجة ممكن يعلنوا الحرب على البشر. الخطر التاني الحرب النووية. الأسلحة دلوقتي اتطورت لدرجة إنها ممكن تنسف الكرة الأرضية. الأسلحة دلوقتي بقت أقوى من الحرب العالمية الأولى والتانية، خصوصا أسلحة روسيا وكوريا الشمالية وأمريكا. لو قامت حرب عالمية نووية تفتكر هيحصل إيه؟ الخطر الثالث الاحتباس الحراري. كلنا بنسمع دايما عنه، والدول بتعمل اجتماعات وتتفق على إجراءات وبتعتبرها حالة طوارئ. معظم العلماء متفقين انه هيحصل التغيير المناخي. الخطر الرابع الامراض الفتاكة زي فيروس كورونا سنة 2019 اللي خلى العالم كله في حالة طوارئ وحظر تجول. الاشغال وقفت، ازمات اقتصادية، ناس اتسرحت من شغلها، وياما حصلت اوبئة مميتة من زمان قضت على سكان اوروبا. زمان الأوبئة كانوا بياخدوا وقت علشان يعملوا مصل، دلوقتي بفضل التطور العلمي بقوا يعملوا المصل في وقت سريع. مع الزيادة السكانية الأوبئة بقت بتنتشر بشكل أسرع. يا ترى كان إيه سبب كورونا؟ في نظريات مؤامرة كتيرة ظهرت، زي دول بتحارب بعضها بأسلحة فيروسية، وإن بيل جيتس عايز يتحكم في البشر من خلال المصل بشريحة للتحكم في البشر. لكن محدش عارف الحقيقة لحد دلوقتي. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل في 100 أو 200 سنة الجاية، أو حتى 1000 أو 2000 سنة اللي جاية؟ هل البشرية هتعرف تعديها؟ وعلى فكرة دي مش أول مخاطر البشرية واجهتها، في مخاطر كتير البشرية واجهتها زي براكين وكوارث طبيعية وكوارث غير طبيعية وزلازل، ومع ذلك عدنا منها. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. السلام.